أفخم وأغلى قصر موجود في العالم من مصر، كل حتة فيه لوحة فنية، فيه قطع أثرية لا تقدر بثمن. الباب لوحده عمره 200 سنة وبسعر يجاوز كرة بحالها، واتجاب مخصوص من آخر البلاد. الحمام فيه مطلي من الذهب عيار 24 ويعتبر من أندر الحمامات الموجودة في العالم. اتصمم على إيد أكبر المهندسين العالميين ومش أي حد يعرف يدخله، وقالوا عنه أفخم قصر. يا ترى بتاع مين وليه بيدفعوا فيه المبالغ دي؟ تعالوا نعرف الحكاية. من أول ما تقرب من بوابته هتحس إنك داخل على عالم تاني، عالم بيعكس الفخامة الحقيقية. إحنا مش قدام مجرد قصر، إحنا بنتكلم عن تحفة معمارية متكاملة، كل تفصيلة فيه معمولة بإيد ناس فاهمة يعني إيه رفاهية ويعني إيه قيمة التفاصيل. لكن قبل ما ندخل جوه لازم نقف شوية قدام واحد من أبواب القصر الأثرية. الباب ده لوحده كفيل يخطفك من أول لحظة، عمره 200 سنة واتجاب مخصوص علشان يتحط هنا. ومن 20 سنة بالظبط الباب ده اتكلف 400 ألف دولار، يعني احنا بنتكلم عن قيمة فنية وتاريخية ومادية في نفس الوقت. الباب مش مجرد مدخل، ده قطعة فنية بتتكلم عن فكر استثماري مش بس شكل جمالي. ندخل بقى على قلب القصر، وتحديدا على واحد من أكتر الأماكن اللي فيها أناقة ورقي. مكتب صاحب القصر، المكتب معمول على الطراز الإنجليزي القديم، كل حاجة فيه نادرة وطبيعية 100%. الخشب مهوجني فاخر من النوع اللي نادر تلاقيه دلوقتي، الجلد الطبيعي. ومش بس كده، في أجزاء في المكتب متجلدة بجلد تمساح حقيقي، يعني احنا قدام مستوى من الفخامة بيتجاوز مجرد الديكور. ده مستوى بيحكي عن ذوق وعن اختيار كل تفصيلة بعناية كبيرة. وعلى فكرة قصر بالفخامة والشياكة دي مش متساب كده للزمن، القصر بالكامل بيتعمل له صيانة دورية كل سنة وعلى مدار 20 سنة، يعني الصيانة بس كلفت لحد دلوقتي حوالي 400 ألف دولار بمعدل 20 ألف دولار سنويا، علشان كل ركن فيه يفضل كأنه لسه متسلم جديد، وده سر الإحساس على طول بالجودة واللمعان في كل تفاصيل المكان. والقصة ما خلصتش، جوه المكتب في حمام خاص يعتبر من أندر الحمامات اللي ممكن تشوفها في قصر سكني. وزرة الرخامة هناك متجلدة بدهب عيار 24، أيوة دهب حقيقي مش مطلي ولا مدهون ولا معمول عشان يلمع في الصورة وخلاص. دي خامة بتقولك بكل وضوح اللي اتعمل هنا اتعمل لمستوى معين من الناس مش لأي حد. قصر من النوع ده مش بيتم بناؤه وخلاص، ده محتاج رؤية ومحتاج شراكة قوية ومحتاج ناس عارفة يعني ايه قيمة ويعني ايه استثمار في التفاصيل. لأن اللي بيصرف أرقام زي دي مش بيصرف علشان يفرش بيت، ده بيبني اسم وهيبة وأيقونة فخامة. كل قطعة وكل حتة فيه اتعملت وكلفت مش بس فلوس بملايين الدولارات، ده مجهود وفن وحرفة ووقت علشان يطلعوا كل قطعة بأفخم وأحلى شكل. بس يا ترى بقى مين صاحب القصر ده ودافع فيه كام؟ ولو انت قدامك فرصة تسكن فيه، مين هتاخده يعيش معاك؟ شاركنا برأيك في التعليقات.